دقائق قليلة مرت على القرار التاريخي لمجلس الأمن، ودقت ساعة التاريخ ورن جرس العدالة. مباشرة بعد القرار الأممي ومجلس الأمن خرجت الجماهير الشعبية المغربية في مختلف المدن ومختلف الأقاليم ومختلف القرى، جرة وراءها أبنائها وعائلاتها في شوارع المملكة وفي الساحات العمومية للتعبير عن فرحتهم على هذا الانتصار القوي الذي جسده المغرب حكومة وشعبا وملكا على الساحة الدولية وفي الدبلوماسية المغربية من خلال قرار مجلس الأمن الذي صوت ب11 صوتا وامتنع فقط 3 دول عن التصويت، وهو في صالح المغرب. المغرب الآن حاجة واحدة اللي تأكدت للمجتمع الدولي كامل على المستوى نتاع الصحراء المغربية أن القوات المسلحة الملكية المغربية في الميدان للدفاع عن حوزة التراب الوطني، ومن جهة أخرى على المستوى السياسي والدبلوماسي فقد انتصر المغرب انتصارا قويا وتبينت عدالته الوطنية وقضيته الوطنية على المستوى العربي والإفريقي الأوروبي والآسيوي وفي أستراليا وفي جميع المحافل الدولية والمؤسسات الدولية. على المستوى المالي والاقتصادي فالمغرب جسد قوة صارخة في وجه جميع أعداء الوحدات الترابية وعلى رأسهم الجزائر، التي يقول لها بصوت كامل وصوت شعبي وصوت رسمي إننا هنا في المغرب حكومة وشعبا لسنا من أجل التصفيق، ولكن ما أمددنا لكم وأعطينا لكم ومدينا لكم أيدينا، ونحن نحمل غصن الزيتون، نحمل غصن الزيتون من أجل السلام. وقلنا لكم مرارا وتكرارا على أن هذه المسألة لا يمكن إلا أن تعمل على بناء المغرب العربي وتقوية العلاقات الدولية وفتح الحدود، إلا أنكم تماديتم بقوة وبدأتم في توزيع أموال على الصعيد الأفريقي، ومؤخرا مع روسيا ومع الصين محاولة منهم لتمديد هذه الفترة حتى لا تخسروا ما ينتظره الشعب الجزائري. إن الشعب الجزائري الذي خسر الملايير وقسم ثروته ما بين الجزائر الشمالية والجزائر الجنوبية يظهر اليوم في وضوح وجلاء أن المسألة لا تتعلق بخسران مليار أو 2 أو 3، بل هي مئات الملايير التي كان على الجزائر أن تستثمرها في البنية التحتية وتستثمرها في محاربة البطالة وتستثمرها في بناء الجامعات والكليات والمدارس وتستثمرها في بناء المستشفيات العمومية وتطوير البنية التحتية إلى غير ذلك، إلا أن الجزائر أبت إلا أن تخسر هذه الأموال على قضية لا علاقة لها بها على الإطلاق، لأن الصحراء المغربية أبا عن جد الصحراء المغربية تمتد لجذور، الصحراء المغربية تمتد للجذور التاريخية وترتبط بالمغرب سواء في زمن الأدارسة والمرابطين والموحدين والوطاسيين وغيرهم من الدول وغيرهم من الإمبراطوريات التي وصلت اليوم إلى الإمبراطورية العلوية حاليا. ماذا يمكن لنا أن نستنتج من هذه الأشياء؟ ماذا يمكن لنا أن نعرف من خلال هذه الدردشات التي نقوم بها اليوم؟ إن المغرب بحضوره وبجماهيره التي خرجت عن بكرة أبيها بمجرد أن أعلن مجلس الأمن الدولي قراره التاريخي على أن الحكم الذاتي ولا غير الحكم الذاتي. إن الجزائر التي كانت تنتظر أن تجعل لنفسها نافذة في المحيط الأطلسي فقال لها مجلس الأمن وقالت له الأمم المتحدة باي باي، ليس هناك نافذة على المحيط الأطلسي وليس هناك تقرير للمصير وليس هناك استفتاء، بل هناك برنامج واحد أتى به المغرب وهو الحكم الذاتي. فمن أحب أهلا وسهلا في وطنه، ومن لم يريد يبقى في تندوف يفترق أو يقتسم مع الجزائريين قوت يومهم. فإذا كانت الجزائر في ظرف 50 سنة قد خسرت ما يزيد عن 1000 مليار
دولار، فإنها لا تستطيع اليوم أن تواكب الزمن، أن تواكب المعارك ضد المغرب، لأن المغرب اكتسب هذه الشرعية الدولية وجند جنده وجند شعبه. فهذا الشعب الذي يستطيع أن يخرج عن بكرة أبيه للسلم وللحرب لينودي بالسلام وينتظر على أحر من الجمر إذا سمع النداء من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية، فكونوا هنيئا وقولوا جميعا الله أكبر، فتح الله ونصر. هل نعتقد على أن المعركة انتهت؟ المعركة لم تنتهي بعد، المعركة لم تنتهي بعد، المعركة لم تنتهي بعد. حينما ننتهي من ملف الصحراء الغربية المغربية سنتوجه بملفنا نحو الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ومجلس الأمن من أجل الصحراء الشرقية، من أجل استرجاع تلمسان وبالعباس وغيرها من المدن في قرب بالعباس وقرب مغنية وتلمسان، وسنسترجع كذلك تندوف وبشار وعين الصفرة والقداسة وزبوش الوسط وزاوية سيدي عبد القادر والتوات وبني والنيف، اللي هي الصحراء الشرقية كاملة. إن القانون الدولي الذي أصدرته الأمم المتحدة بتاريخ 14 ديسمبر 1960 والذي ينص بالحرف على أن الدول التي كانت دولة قبل الاستعمار من حقها أن تسترجع أراضيها. إذن سواء بالسلم أو الحرب عليكم أن تخلوا، عليكم أن تهجروا تلك الأراضي في الصحراء الشرقية، وعليكم أن تقولوا باي باي لتلمسان ومغنية وبالعباس وحمام بوحجر وغيرها إلى وتافنا. من ناحية أخرى لا ننسى على أن الملف الذي أصبح يدور الآن وقريبا سوف ينزل على مجلس الأمن والأمم المتحدة هو ملف القبائل الذين يريدون الاستقلال، ونحن سندعمهم من جهتنا من أجل استقلال بلدهم واستقلالهم التام وتكوين دولتهم ديال القبائل. إذن ننتقل من هناك إلى التحرير أو أن تقوم تونس بالمطالبة بأراضيها التي انتزعتها فرنسا وأضافتها للجغرافية الجزائرية. ولا ننسى كذلك المنطقة ديال غدامس ليبيا وكذلك الأزواد وشمال مالي الذي استغلته فرنسا والجزائر من ناحية البترول ومن ناحية الغازات. إذن المعركة قد بدأت وأصبح المغرب رابحا لجميع معاركه. ماذا استنتجت وماذا استنتجنا وماذا ربحنا نحن وماذا ربحت الجزائر في معركة دامت 50 سنة من المعارك التي خربت فيها الاقتصاد الجزائري وجوعت فيها الشعب الجزائري وضيعت فيها المئات من الملايير من الدولارات لفائدة من؟ المغرب بقي في صحرائه والصحراء في مغربها، والكفاح مستمر من أجل استرجاع الصحراء الشرقية والمدن الغربية الجزائرية، وأعني بها تلمسان وبالعباس وغيرها ومغنية وغيرها من الأراضي التي اقتطعتها فرنسا أثناء الفترة الاستعمارية. نضالنا مستمر وكفاحنا مستمر، والوحدة الترابية والإمبراطورية المغربية لا بد أن ترجع إلى عهدها الأول، لا بد وأن ننتقل من هذا المنبر إلى منبر آخر. فإذا كان التحرر الوطني لا يعني استرجاع الأراضي التي ضاعت منا، ولكن علينا أن نستعد كذلك لاسترجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وحجرة النكور. إننا في المعارك المغربية لن ننسى أن بلدنا كان يمتد إلى برقة الحدود المصرية الليبية، وإذا قلنا جاء الزمن لنعيد على الأقل تلك القوة وتلك الحصانة وتلك وبروز القوة الاقتصادية، فإذا قلنا المغرب عليه أن يمتن ويقوي الجبهة الداخلية من أجل توسيع الجغرافيا السياسية والاقتصادية والعسكرية المغربية، من أجل ريادة في إفريقيا ومن أجل ريادة في الوطن العربي. ولكن يجب أن تنتهي كذلك
ببناء مغرب حر وديمقراطي يعتمد على الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحرير ما تبقى أو إطلاق ما تبقى من المعتقلين السياسيين المغاربة في خطوة إيجابية من أجل مصالحة وطنية، من أجل ربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب. المغرب يبقى نموذجا في شعبه. نعم، جميع الدول التي هي ضد المغرب وعلى رأسها الجزائر حاولت مرارا أن تخرج الشباب المغربي، وحاولت مرارا أن تجعل لنا فتنة في المغرب، لكن ذكاء المغاربة فهم يفرقون ما بين المطالب الاجتماعية والسياسية، ولكنهم لا ينطلقون في عدائهم للوطن. المغرب واحد، والمغرب واحد، والمغرب واحد من طنجة إلى القويرة، ومن إن شاء الله الصحراء الشرقية إلى الرباط. هكذا نعرف نحن تاريخ المغرب، ونعرف جغرافية المغرب، ونعرف حضارة المغرب، ونعرف تاريخ المغرب وثقافة المغرب وفنون المغرب وكل شيء ما هو مغربي. فمن أراد أن ينضم إلى هذا المغرب، إلى هذا الوطن من مختلف البلدان، فأهلا وسهلا. فالمغاربة صدرهم رحب وأيديهم مفتوحة. ومن أراد أن يعادي هذا المغرب فإنك لا تعادي هذه الجهة وتلك، وإنما تعادي الشعب المغربي قاطبة. إلا المغرب الذي وحد أراضيه عبر التاريخ وكافح كما كافح الآخرون عبر التاريخ. هؤلاء أجدادنا كافحوا، هذه أجدادنا وأمهاتنا وقانوننا وجميع الدول كلها أدت إلى المعركة الأساسية، هي تحرير الوطن من براثن الاستعمار ومن أي شيء آخر. لقاؤنا واحد وكفاحنا واحد ومصيرنا واحد. فلا يعقل أننا اليوم نخرج هكذا إلى الشارع للتعبير عن فرحتنا فقط لأننا سمعنا القرار الإيجابي لفائدة المغرب، وكرسنا جهودنا لمدة 50 سنة من أجل الوصول إلى هذا القرار التاريخي الذي صوت عليه مجلس الأمن وصوت عليه الأمم المتحدة ب11 صوت مقابل 3 امتنعوا عن التصويت. فهذا انتصار دبلوماسي قوي، وانتصار عسكري قوي، وانتصار اقتصادي قوي، وانتصار سياسي قوي. إن المغرب نعم لنا مشاكل في مجتمعنا، نعم سنسويها يوما بعد يوم، نعم نتمنى أن يكون البرلمان القادم يجمع ما بين أهل الحكمة والشباب، نعم ننتظر أن تكون مجالسنا البلدية والقروية ومجالسنا الإقليمية والجوية في المستوى. نتمنى محاربة البطالة في صفوف الشباب، نتمنى بناء الجامعات والكليات، نتمنى كذلك أن تبنى مستشفيات، ولكن نتمنى كذلك ألا نخرج على نطاق واحد، وهو أن الوحدة الترابية الوطنية لا شراء ولا بيع فيها. إننا أمام قانون وطني، أمام وحدة وطنية، أمام وحدة ترابية. أما المطالب السياسية والاقتصادية فلن نتخلى عنها، ومحاربتنا للفاسدين في الوطن لا بد أن لا نتخلى عن محاربة الفساد. وعلى الشباب أن ينخرط في العمل السياسي من أجل إيجاد مكانة له في المجالس محليا إقليميا وجهويا ووطنيا. إلى اللقاء مع فرصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.